الحياة في كاترين هنا روح معنوية واحساس حلو. فيديو النهارده فيديو مختلف ومن مكان مختلف، بس النهارده انا مش بطل الفيديو ده. بطل الفيديو ده هو أنا أحمد صالح من مدينة سانت كاترين، وطلعوا عليه لقب حكيم سينا. أما بنعمة ربك فحدث. تينا والزيتون وطور سنينة وهذه البلد الأمينة. سانت كاترين هنا فيها 472 نوع نبات طبي. هذا التوت البري شكله زي الدم. اعتقد لو واحد جاي شاف المزرعه هنا وهي وسط الجبال كده، بص احنا الجبال حوالينا في كل الاتجاهات، ولكن هتلاقي انواع فواكه كتير جدا وميه موجوده، واحنا يعني نعتبر في قلب الصحراء. حبينا بعضنا ويا ريتكم زينا وفي الهوى سوا. أحمد صالح، أو زي ما بيسميه أهل كاترين الدكتور أحمد، هو خبير النباتات الطبية اللي مش بس معروف بيها على مستوى كاترين، ولكن شهرته بقت على مستوى العالم كله في العلاج بالنباتات الطبية. هتلاقي زباينه من جميع الجنسيات، سواء كان اللي بيجوا لغاية عنده أو اللي بيشتروا منه أونلاين. وجانا الأسمر جانا. أول ما تخش مزرعته هتلاقي كل حاجة عنده طبيعية، من أول مصدر المية للنباتات الطبية والفواكه الطبيعية والحيوانات. خلونا في فيديو النهاردة نتعرف عليه أكتر، ولو أنت أول مرة موجود في القناة ما تنساش تشترك في القناة وادينا لايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا وسهلا، يا مرحب في مدينة سانت كاترين. اخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى. دي مش مجرد كلمة، دي أفعال وعايشين فيها. احنا عارفين حاجات كثيرة في سانت كاترين. أنا أحمد صالح من سانت كاترين، خبير النباتات الطبية بمدينة سانت كاترين. سانت كاترين هنا فيها 472 نوع نبات طبي، وفيها 19 نوع مش موجود في العالم كله، وفيها 42 مهددين من الانقراض. سانت كاترين فيها مناخ مختلف، حتى النباتات الطبية بتدينا مادة فعالة عالية خالص. دراسة النباتات الطبية دي ده موضوع كبير وعريض وطويل، وأنا أحكي لكم عن إيه اللي خلاني أفكر في دراسة النباتات الطبية. دي كده صوبة النباتات الطبية. دي فيها الروزماري، ايوه، وده هنا زعتر كاترين. احنا حصل عندنا اهدار كتير، هذا اسمه ريغانو سورياكم. من زراعة الحاجات دي عملت شتلات 64 مزرعة بمدينة سانت كاترين. خليت ناس كتير ابتعدوا عن زراعة الممنوعات زي المخدرات، وزرعنا النباتات الطبية. الكيلو فيها 30 كيس. ال30 كيس على الكيس على 10 جنيه، بيجيبوا 300 جنيه. السياحة بتجينا هنا بيشتروا من عندي الحاجات، فأنا بدافع عن ابني وابنك ما ياخدش مخدرات، لان بتكون موجودة ومتوفرة، لما ما يلاقيهش ما يعرفش. ايه مصدر الميه هنا عندكم؟ هذا بير، ايوه، عمقه كده 30 متر، 10 متر رملة و20 متر حجر. ده الفلوس البير ده اللي ابوي سابها لي. انا قلت بعمل بها بير الناس البلد كلها تشرب منه، والناس بتيجي بتملى مي. عندي الملوحة هنا 125 والمعدنية 180، يعني هنا أحسن كده. هذه المية، دي الميه اللي طالعه من البير على طول، فيها طالعة من موتور. البير. المية دي تشرب منها ما تشبع منها، ولا مشاكل لا في الكلى ولا حاجة. عندنا الحمد لله ما فيش مشاكل لا في الكلى ولا في أي حاجة. فدي الميه بتاعه المطره وبتنزل أيوة، على الجبل مية وتتصفى عين دايركت شغالة. ساقعه، أشرب من خطأها طلع طبعا. ساقعة. البير ساقع، ما فيهاش حتى اي طعم ولا اي حاجه، يعني ميه. شركة جاتني قالت نعمل مية معدنية، قلت مية معدنية؟ الحياة مش فلوس. أيوه. الحياة مش فلوس. المية دي بتاعت الناس اللي هنا، مية دي مش معدنية تنباع، يقول لك تتباع زي مية جبال القلب. أيوه. مية معدنية في ازاز، لا دي للناس هنا تشرب الناس، واللي يجي يشرب مش لازم يشوفوا مين. نفتح له في حنفية معمولة برا، والحمد لله في جاري هنا كمان عنده مية. لما حتى السيل كان بيجي ما فيش حاجة بتأذينا، يعني حسنات بتشيل السيئات، حارس ربنا يعني. ده اسمه جبل الربة. خلف جبل الربة جبل الأحمر وجبل كاترين، وده جبل صفصافة وخلفه جبل موسى. تمام. سيدنا موسى. ده هنا الخروب. خروبة بيقول لك لو زرعتها تموت ما تاكلش منها، لازم عايز ليها 20 سنة 30 سنة. أنا قطعت الشجرة دي وركبتها. بص يعني دي هنا أبيض. بقى لها قد ايه؟ الشجرة دي ليها عمرها 8 سنوات. 8 سنوات. هنا
قطعتها وعملت تطعيم وبقت تطلع شجره، ما استناش 50 سنه. انا اوريكم المعجزه اللي حصلت عندي هنا. عارف في دير سانت كاترين في شجره اسمها شجره العليقه. شفتها. شجره العليقه دي ما بتطلعش في اي مكان. انا تعلمت حاجه اسمها زراعه التيشو كلتشر. عارف التيشو كلتشر؟ زراعه الانسجه. فرحت ماخذ ورقه صغيره من شجره العليقه من غير بذور ولا غير اي حاجه. لا ورقه. اشتغلت تيشو كلتشر. ممنوع انا اقرب لشجره زي كده. طبعا. لو بصيت على الورقه بتاعتها وبصيت على الشوك اللي هنا وتبص على العود، شجره العليقه زرعتها وما بخرجهاش من مدينه سانت كاترين. لا قدر الله حصل مشكله في الدير، خلاص تنتهي شجره العليقه. لا. لازم ما ينفعش، انا خبير نباتات، لازم انا الامانه على دي. ده عنب مخصوص للناس اللي عندها سكر. اي حد عنده سكر، بص هو لسه ما استواش بس اتفضل. ده اللي عنده سكر، ما فيش سكر كتير، حتى الملوحه بتاعته قليله ولسه ما استواش. الفستق لسه صغيره الشجره دي. ده عمري فستق. ما شفت الفستق. ده الفستق بيطلع عندنا كده. استاذ محمد، عنب كاترين اورجانيك حبيبي. اي حد بيجي بيقعد عندنا هنا ياكل فاكهه من كاترين والدنيا تمام الحمد لله. بيقول لك في نوع من البني ادمين زي اللوزه، لازم تدقه عشان تاكله. واللوز ده كله 2، يعني انا مطعمه. بص يطلع منه 2. بص شايف التفاحه فوق هناك؟ ده تفاح كاترين بقى. خد كده التفاحه. تفاحه يعني تقريبا في حجم الليمونه. جرب تفاح كاترين. تفاح اخضر على اصفر. ايوه الاثنين مع بعض. تين والزيتونه وطوره سنينه. تين هنا عندي 6 انواع. تين جبلي كله بذور، غني بالايه؟ بالفيتامينات. اتفضل. دخلت هنا عند مزرعه دكتور احمد، تاكد ان انت هتاكل فواكه ما اكلتهاش قبل كده. هذا التوت البري، يعني بص يعني عباره عن ايه؟ شكله زي الدم. ماشي. هذا من توته واحده لمده 3 ايام بينظف الكبد من السموم. الكبد من السموم. دايما الحاجات اللي هي الاورجانيك او الطبيعيه بيبقى حجمها مش كبيره. مش كبيره. ايوه. هذا الخوخ ماسكه في البذره عشان هي اورجانيك. لو هي طلعت من البذره هي قرفانه من البذره، حتى الخوخه قرفانه من نفس. بعد ما خدنا لفة في المزرعة وجربنا تقريبا كل الفواكه الطبيعية الموجودة، خلونا ندخل على الصيدلية اللي هي ما فيهاش ولا دواء من الأدوية اللي احنا متعودين نشوفها في أي صيدلية. وإيه السبب اللي خلى الدكتور أحمد يخش في مجال النباتات الطبية، وإيه أنواع الأدوية اللي انت ممكن تلاقيها لو رحت عنده. حاجه اسمها الحرذون ده اللي زي الضب بينام في الشمس. ده له كيفه ينام في الشمس. انا كيفي اشتغل في الاعشاب واستخلص وساعد الناس. بيقول لك الجنه من غير ناس ما تنداس. عندنا في سانت كاترين الناس بيحبوا بعض جامد خالص. لما واحد يموت كل الناس يطلعوا معاه في الجنازه ويدفنوه ويسامحوا له حتى لو اخطا من قلبه. فانا قلت انا ليه يعني اساعد الناس دي غير وهو ميت؟ ليه انا ما اساعدش وهو حي؟ بقيت انا اشتغل في النباتات. رحت سنه 93 في أستريا، قعدت هناك 3 سنين، وبعدين جيت ورجعت 3 سنين ثاني، وبعدين بقيت الف في اوروبا لحد لما بقيت اتعلم وتعلمت الاسامي العلميه. وهنا هذا فلورا فلسطينيا. دي كتب اعشاب. كتب اعشاب بتتكلم عن كل النباتات الطبيه الموجوده. فبعدين لقيت اكتشفت في سانت كاترين عندنا كنز جامد. النباتات الطبيه دي زيوت طياره، والزيوت الطياره دي فلاي اويل، زيوت بتطير. فلازم قبل الشمس بدري اقص النباتات دي وجففها في ظل 30% صرام 30% ونظيفه. فلما بنعمل زيت زيتون بنعمله من البذره. الشجره كبيره خالص ما فيش حاجه. تعلمت كمان اعمل علاج بالنباتات الطبيه من البذره. من البذره. هذا علاج المناعه، مكتوب علاج المناعه لتقويه المناعه والجيوب الانفيه. تاريخ صلاحيه 3 شهور عشان انا عندي شركه اسمها هولي فالي. فالنباتات الطبيه بص قليله دي بتكفي شهر. ده بينخلط مع العسل، معلقه الصبح ومعلقه اخر النهار. فبقيت اركز على النباتات، اخذ الماده الفعاله اللي لقيتها موجوده في البذره، ليه اشتغل في الورقه وليه بدمر الطبيعه. فبقيت اركز على النباتات الطبيه. يعني مقوي الذاكره مثلا. ده مقوي الذاكره حلو. في العادي بيبقى اوميجا 3 مثلا. هو مقوي الذاكره. هنا حاجه اسمها جينكو بلوبا. جينكو بلوبا دي بتعمل اوكسجين جوه المخ.
تمام. ماشي. في حاجه اسمها البول نات اللي هو المكسرات، اللي هو عين الجمل عمال زي المخ، ده باخد منه جزء. كمان في عندي اللوز، بس باخد الماده الفعاله جوه وبحطها. كمان عندي البذر بتاع المورينجا. في عندك نوعين من المورينجا، في اولوفيرا وفي بارجرينا. انا بستخدم بارجرينا لانها بتشتغل 20% اقوى من الايه، من الاولوفيرا. بستخدمها، دي موجوده عندنا في الوديان هنا. بستخدم الاستراتيجوس اللي هو الزعرور، اللب اللي جوه ده من الحاجات المقويه للذاكره. الروزماري من الحاجات المقويه للذاكره، بستخدم البذره بتاعته. بستخدم بذره المشمش. بذره المشمش بي 17، فيتامين بي 17 ده برضو بستخدمه. الحاجه دي بتنحط على نص كيلو عسل نحل وتقلبها وتستخدم الصبح والظهر. حتى العلاج ده بيستخدم للضمور اللي عند الاطفال اللي عنده ضمور، مشكله في المخ، انا بستخدمه والحمد لله في حالات استجابت معي كتير من الموضوع ده. يعني نقدر نقول مثلا في كم دواء عندك او كم علاج؟ يعني بالوقت احنا دخلنا في 45 نوع من النباتات الطبيه. انا بشتغل اكثر في المستعصيات. تمام. ماشي. فعندي حاجات تركيبات. يعني ممكن حد يطلب منك مثلا من مسافه او من بلد او من مدينه تانية وتبعت له؟ ايوه طبعا، احنا الحمد لله يعني عندنا هنا المحافظ يعتبر اب يعني بجد. يعني جاب لنا شركات، ونائبه المحافظ جابت لنا شركات اسمها شركه الامازون. شركة الأمازون بتعمل لنا توزيع عالمي بالوقت. بتوزع في العالم كله. بتوزع لنا، يعني صوروا الحاجات دي، وناس كتيرة ومعارض وناس بتجي في الأول. وخلاص أنا بعد كده قعدت هنا، خلاص الناس عرفتني وبتجي، وناس مهمين وناس حلو. هذا المعيز بتوعي أنا مربيهم هنا، اللي بطلع في الجبل اللي بيمشوا معي، بأكلهم أعشاب من المزرعة، فبشوف الكبد تمام، الكلى تمام، كل حاجة تمام. يعني احنا في كاترين عندنا وقت، قال لك الغزالة بتغزل ولو برجل حمار. عندنا وقت كتير، يعني من الصبح للظهر كتير، ومن العصر للمغرب وبالليل، يعني في عندنا وقت. عشان كده احنا متفرغين للوقت ده. فعملت البيت ده بالحجارة. حاسس نفسك في ايه؟ تكييف خالص، مش عايز تكييف. في الشتاء اولع نار هنا، كيلو فحم الدف في المكان. السقف ده من وادي ثرار. هنا الحجر دي جرانيت. الجرانيت فيها مليون نوع من الكريستالات، بيدي مليون نوع. تلاقي نفسك هادي وحاجات كثير. ابد من صار على الطريق وصل. انت لو كل يوم بتحط حجر، تعال نعد مع بعض. هنا ما نلاقيش جوه البيت ده بحاله، ما فيش 100 حجر من جوه و100 من برا، 200 حجر. فكل واحد يعمل حياته من نفسه وخبراته من نفسه. في الاخر نلاقي احنا عملنا حاجه حلوه. ده القمح اللي بيعمل حاجه اسمها لبه. بيجيب القمح ده، اللبه اللي ما يعرفش طبعا هو طريقه لعمل العيش مختلفه. قمح طبيعي نطحن بنسوي احلى لبه. يعني انا لما بعوز عندي قمح كثير، في كل الشجر عنده قمح وحاجات زي كده. من الاخر كده انت عامل هنا اكتفاء ذاتي. انت ممكن تقعد جوه هنا ما تطلعش. بص يعني احنا بنحاول نتعلم من كل حاجه. احنا اتعلمنا من كورونا. في ناس بدوا يتعلم من كورونا انه هنا ما ينتكلش على السياحه يتوظف في الحكومه. بس انا اتعلمت ازرع اكلي عندي. انا عايز ايش؟ عايز اكل بس واربي عيالي. فعندي اكلي وعندي الفاكهه الاكل والدواء. الدواء والاكل موجود عندي لاي حد. اهلا وسهلا. حاجه مختلفه وحاجه يعني ما تشوفهاش في اي حته، مش هقول بس في مصر. يعني في اماكن كتير في العالم مش هتلاقي مكان زي المكان اللي احنا فيه ده. الحمد لله هنا ربنا بيساعدنا، وعندنا احساس بالناس واحساس بالوقت، وفي بركه في كل حاجه. المكافاه الله عليك. ده التين الابيض انا عارفه. ايوه شفت، انا اتعلمت كده. احنا خلصنا اللفه في مزرعه دكتور احمد، وعايزين نشكره على الاستضافه الجميله. والمكان هنا الصراحه مكان مختلف. هسيب لكم تحت في الكومنتات رقم تليفون دكتور احمد، ونشوفكم بقى يعني ان شاء الله في سانت كاترين مره ثانيه. شاكرين على الاداء. انت ضيوفنا في سانت عم حسن حبيبي يا مهدي، الله يرضى عليك حبيب قلبي. الزرع ده يا ناس زي ابنك، لازم تراعيه ولازم تحس بيه ولازم تمسك الارض. والله لما بدخل الصوبه وبيجي جنب الزرع هنا انا بنسى كل حاجه في الدنيا. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. تشرق الشمس وتغيب، والهوى قسمه ونصيب. اسمه جوجي بريده، انا جايبه من امريكا وطلع عندي اهو. الطحالب مع ورق الشجر بنعمل منها الكمبوست، والكمبوست ده بنحطه للاشجار. هيخلصوا كده. خد لا ما يخلصوش. ده ايه ده؟ ده عناصر غذائيه، ده الرجله. نظبط الجهاز المناعي.